بالفيديو مولاي الحسن كيتدخل وكيفاجئ رجال ونساء التعليم بعد اضرابهم عن العمل، وكيزلزل حكومة عزيز أخنوش بهذا القرار، وكيعلن رسميا عن مفاجأة صاعقة اللي غتهز المغاربة. ما غتخيلوش شنو دار. ولكن الا كنتي كتفق معايا بان مولاي الحسن هو افضل ولي عهد في العالم، فما تنساش دير لايك لهذا الفيديو وتصلي على رسولنا الكريم. كيتواصل مسلسل الاحتقان في قطاع التعليم بالمغرب للاسبوع الثامن على التوالي، بعد ما بداوا الاف الاساتذه اليوم اضراب جديد عن العمل، رغم ان الحكومه المغربيه زادت 1500 درهم في الاجور ديالهم. وفي الفصل الجديد من احتجاجات الاساتذه المتواصله من نهار الخميس من اكتوبر اللي فات، بداوا الاساتذه في المغرب ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل إضرابا وطنيا جديد باش يحتجوا على ما وصفوه بالحوار المغشوش بين النقابات والحكومة، مطالبين بسحب النظام الأساسي لموظفي القطاع الجديد بدل تجميد، وإقرار زيادة في الأجور بنسبة 100%. ولكن اللي غيهز ويصدم المغاربة وهو القرار اللي اتخذ مولاي الحسن اليوم، حيث نشرت شبكة وتر تدوينة جديدة أكدت فيها بأن الأمير مولاي الحسن وجه خطاب شديد اللهجة للحكومة المغربية وأمرها باش تسمع للمطالب الملحة ديال رجال ونساء التعليم، وأن رئيس الحكومة خاصو يتولى زمام الأمور أو العقاب غيكون عسير. وقال مولاي الحسن لأخنوش بأن التعليم هو أولى الأولويات في بلادنا، وكيسبق كرة القدم وكل شيء، ورجال ونساء التعليم فوق راسنا، وأن أخنوش غيتحمل المسؤولية ديال حرمان الأطفال المغاربة من حقهم في التعليم خلال هذا السنة. واختم مولاي الحسن البلاغ قائلا: إما أن تجد حلا للوضع الحالي لرجال ونساء التعليم أو تقدم الاستقالة ديالك فورا. وفي النهاية عزيزي المشاهد، إلا كنتي كتفق مع مولاي الحسن في الكلام ديالو فما تنساش دير لايك لهذا الفيديو وتشترك في القناة باش يوصلك كل جديد.